السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخوات، كيف نتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تتمة الفيديوهات السابقة بالخصوص ديال منتوجات التجميل الخاصة بقلعة مكونة. كنا اخر فيديو كنا عملنا فيه ما الورد، وكيفاش نعرفوا ما الورد المزور من الحقيقي. وكنت وعدتكم باش غنجيب لكم دي بوماليير، يعني حتى هما طبيعيين مصوبين على اليد. كما راكم كتشوفوها هما. نقرب يعني حتى لومبالاج ديالهم مزيونين نتوما كما تشوفوا. هاد البوماليير هاد الاحمر هذا ديال العكر الفاسي نتوما كما كتشوفوها. كنقرب الكاميرا، ها هو يعني بوماليير ديال العكر الفاسي، يعني مخدوم بالعكر الفاسي وبدي فازلين وبما الورد. كاين في انواع كثيره اختاريت، ولكن الاغلبيه تيمشي المرطب ديال الشفاه، كيمشي ديال العكر الفاسي، وكيمشي ديال الورد يعني بير خاص ديال الورد، كيمشي هكذا غوز بحال هكذا كما راكم كتشوفوا. على حسب النساء كل وحده كيفاش كتفضل. كاينه اللي كتفضل انها يعني تعمل بوماليير بحال هكذا، يعني يكون حمر يعطي شويه اللون للشفاه ديالها. وكاين اللي ما تتبغيش اللون هذا، علاش يعني كيكون هاد الغوز هذا كما كتشوفوا كيكون يعني زوين، وحتى النكهه ديالو زوينه صراحه الله. وما تيعطيش اللون، يعني تعطي غير دي بريون لليفر ديالنا. هنا رانا فتحت لكم كما راكم كتشوفوا. هنا هادو غنفتح لكم ديال اللي كنستعمل انا. هادو يعني كيبقاو هكذا ما كيتقاسوش لانهم ديال البيع، ما نقيسوهمش. غادي نوريكم يعني ديال الاستعمال الشخصي. ها هو يعني هذا ديال العكر الفاسي. هنا كنوريكم كيفاش يعني من الداخل. استسمح. هنا يعني كتخدمي غير بالصبع الصغير ديالك فقط، كديريه كمرطب. وحتى الا بغيتي تخرجي حتى هو زوين طبيعي زوين. هانتوما كتشوفوا هذا ديال العكر الفاسي كيعطينا اللون. نتوما كما راكم كتشوفوا كيعطينا اللون للشفاه ديالنا، وتيكون واحد الغوز يعني مفتوح زوين. كتقدري تستعمليه في الدار برا في الخدمه فايش مهم. يقدري تستعملوا في واحد الاستعمال يعني يومي. صافي البنات، نتوما كما كتشوفوا صافي يعني كيزول عادي او كيبقى في الشفايف ديالنا، وكيبقى مرطب طبيعي زوين، يعني متاكدين منه يعني راه طبيعي. هاد الغوز هذا يعني ما كيعملش اللون نهائيا، يعني بحال دي بريون ومرطب. انا غادي ندير لكم التجربه. كتشوفوها هو تيكون هكذا بيض، يعني ملي كنعملوه مثلا على البشره ديالنا تيكون مرطب فقط، ما فيش نهائيا اللون، ولكن فيه واحد النكهه زوينه ديال الورد. على حساب كل وحده، كاين اللي كتبغي اللون كاين اللي ما كتبغيش، ولكن زوينين بجوج بيهم، يعني طبيعيين 100%. ما كتخافيش منهم، واثمنه مناسبه جدا. يعني بحال هاد لي بوماليير يعني مرطب واستعمال ليلي ويومي، وما كتخافيش منه. ما كيدير لك والو على لي ليفر ديالك، يعني ما كيشققهمش ما حتى شي حاجه. كيكون زوين، والثمن ديالو مناسب جدا البنات، ما كيفوتش 15 درهم. كتشوفوا شحال فيه ديال الكميه، يعني كيقدر يستغرق واحد الشهور هو عندك في البيت. وعملي جدا، يعني كيتهز في الصاك، كيتهز في البزطام، تيتهز صغيور، وفيه الكميه ما شاء الله، ومخدوم على اليد. وتيكون فيهم حتى يعني كما سبق لي قلت لكم، يعني دائما فيهم الطبع ديال قلعه مكونه. ها هو عندنا يعني الطبع ديالهم، يعني كنعرفوه 100%، يعني جاي من هذيك البلاصه بالضبط، يعني ما تنخافوش منه. كيكون فيه التاريخ بعيد، يعني بحال دابا هنا عندنا حتى 12/2025، يعني كيكون استعمال زوين، وكيحافظ لينا على البشره ديالنا او البشره الليليه ديالنا، تيبقاو زوينين ورطبين. وخاصه في هذا الفصل ديال الخريف، كما كنعرفوا فصل الخريف يعني فيه
بزاف تيولي ينشفوا لينا الشفايف ديالنا وتيوليو يتشقوا. هذا كنصحكم بها البنات، زوين وزوين بزاف. الا توفر لكم او كنتو قرابين في هذه المناطق يعني ديالهم، او في المغرب كامل او خارج المغرب، يعني حتى حاجه ما بقات كلشي ولا متوفر. حاولوا تقلبوا عليه، راه عملي وزوين بزاف وغادي تشكروني عليه ان شاء الله. وعلى ذكر العكر الفاسيه البنات، حتى بغيت نعطيكم فكره. هنا كيصيبوه هما العكر الفاسي، كيصيبوه بالعكر الفاسي الحر وتيديروا له لي فازلين، يعني فازلين حتى هي كيخدموها على يدهم، وكيبقاو يصايبوا وبالعكر الفاسي وفازلين وماء الورد. يعني كيصايبوه بعكر الفاسي، يعني البير الاصلي. علاش كيخرج لينا كيعطينا هذا اللون هذا؟ كتشوفوا حتى الاختلافات الا جينا نشوفوا بجوج. يعني كنشوفوا هنا الصوره ديال الشفايف اللي كاينه في الاحمر حمراء بزاف، والصوره ديال الشفايف اللي كاينه في هذا البوم الغوز يعني شويه غوز فقط. نتمنى البنات يكون حاولت نفيدكم شي شويه ونوريكم هاد المنتوجات هذه، وكنصحكم باش تقلبوا عليها لانها زوينه وزوينه بزاف. واللي بعيد او ما طفوش الهاتف ديالي كنحطو دائما مع الفيديو، اللي بغاهم مرحبا كنوصلهم لجميع المدن وحتى خارج المغرب. يعني جميع المنتوجات ديال قلعه مكونه. انا غادي نكمل ان شاء الله الفيديوهات ديالي باش نشرح مزيان هاد لي برودوي هادو، وخاصه في موضوع التجميل ان شاء الله. ما تبخلوش عليا البنات بالبصمات ديالكم، واللي ما عنديش في القناه وعجبو المحتوى مرحبا به يفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ودابا البنات على ديك لاكر الفاسي بغيت نعطيكم واحد الوصفه ونوريكم لاكر الفاسي الحر من المزور اللي كيتباع في المتاجر وتيقولوا بانه لاكر الفاسي. نوريكم عي الفرق. ها نتوما البنات، لانه حتى هو من ضمن المنتوجات اللي كنبيعو يعني مع هاد المنتوجات ديال قلعه مكونه. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو العكر الفاسي الاصلي. غير نوريكم الفرق بيناتو. هنا البنات انا وريتكم اللي بغات تشري العكر الفاسي واش، لان كتعرفوا بان العكر الفاسي يعني واحد الماده اساسيه في التجميل الطبيعي. زوين، تيعطي واحد النضاره للبشره وكيعطي واحد يعني كيصفي البشره مزيان. ولكن الا كان حر وعرفتوا تشريوه، لانه كاين دم الغزال وكاين العكر الفاسي. انا وريتكم كيفاش تعرفوا العكر الفاسي يعني الحر من المزور. ها الحر كما تتشوفوها هو هكذا كيكون، يعني تيكون بحال دي قشور، يعني كيكونوا القشور ما تيكونش هكذا. شوفوا كيكون قشور ما تيكونش غبره وما تيكونش حمر بزاف، تيكون مايل قهوي، وديك القشيرات ديالو تيكونوا تقريبا ذهبيين. انا يعني من خلال هاد الناس ديال مكونه قدرت نعرف يعني العكر الفاسي يعني الحقيقي. كنت قبل كنت كنشريه من المتاجر وكانوا كيعطيونا احمر بزاف، كان كيسحب لنا هذاك هو العكر الفاسي. لا، هذاك ماشي هو العكر الفاسي. العكر الفاسي هو هذا، بحال دابا هنا، يعني بحال دابا الا كان مثلا الكميه بحال هذه، بحال هذه الكميه هذه وتتشريها يعني من فوق 30 درهم، يعني ماشي قل. يعني كاينين الناس المتاجر تيبيع لك 5 دراهم هذا، ولكن بالنسبه ل 5 دراهم العكر الفاسي لا، يعني كيكون مزور هذاك غير دم الغزال فقط ملون، ما كيفيد والو. ولكن بالنسبه لهذا يعني زوين وحر وتيعطي واحد النضاره للبشره. يعني الا استعملتيه في اي حاجه، كاين الناس اللي كتستعملوا الشفاه ديالها بالليل مع الفازلين ويعني تيبقاو النهار كامل وهما يعني زوينين وحمر بلا اي يعني بلا غوجه ليفغ بلا حتى شي حاجه. هانتوما دابا غنعطيكم واحد الوصفه سهله بسيطه، ما غاديش نديروا فيها الوقت بزاف ان شاء الله. كتحاولوا البنات كديروا غير شي شويه د هذا العكر الفاسي، وكنوصيكم دائما العكر الفاسي تحاولوا تجيبوا هاد النوعيه هذه. انا غادي نقربها لكم دابا من الكاميرا. شوفوا كيفاش كتكون، يعني تتكون بحال القشور ولكن ماشي يعني حمراء بزاف، كتكون مايله للقهوي وديك القشور ديالها تيكونوا قهويين. ايوا يا البنات يا الغزالات ديالي، غادي نوريكم واحد الوصفه زوينه الا قدرتوا تحصلوا على هاد
لاكر الفاسي كاين موجود، خصكم غير تعرفوا تقلبوا عليه وتعرفوه. كنستعملوا غير شي شويه بحال هكذا لحقيتاش كيعطينا اللون. انا نعطيكم واحد الوصفه زوينه للبشره، منقيه للبشره، وفي نفس الوقت كدير مكوني ماشي للحمام، بحال تبريمه طبيعيه، يعني ماشي تبريمه كاع تبريمه ديال صحراوه، ولكن عاديه كديريها للبشره ديالك، ممكن ديريها للبشره كامله. هنا كنستعملوا ماء الورد كما سبق لي قلت لك، حتى في هذا قلت لكم حتى في هذا الاستعمال هذا كنستعملوه بزاف. ها نتوما كتشوفوا، ها انا غادي نرشو غير واحد الكميه ديال ماء الورد باش يعني كيدير لنا هاد العكر الفاسي، يعني تيترطب وتيعطينا ديك اللون اللي كنقلبوا عليه. هنا الوصفه اللي قلت لكم ديال تبييض البشره، يعني ما فيها دانون طبيعي، وفيها ماء الورد، وفيها العكر الفاسي اللي وصيتكم باش تجيبوه حر. ها حنا كما وريتكم قبيله، يعني درنا شويه د ماء الورد درنا على العكر الفاسي. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيطلق، يعني ما كيطلق ليناش ديك الحموره غوز كما عرفنا، هذا كيطلقها لينا حمراء، يعني زوينه. كديري على واحد الكميه اللي بغيتي نتي، سواء بغيتي ديريها للجسم كامل او ديريها للبشره ديالك او الوجه ديالك او اليدين. يعني كنصحكم استعمال كامل. ملي تمشيو البنات للحمام او الحمام المنزلي، حاولوا تعملوا على البشره كامله، راه زوين وما تخافوش اللون كيحيد ما تيبقاش، يعني مع الغسيل ديك الساعه تقريبا واحد 5 دقائق كيحيد. هنا كنضيفوا له دانون مسوس صافي، كنحاولوا نمزجوه، يعني كنديروه مزيان. هاد الوصفه هذه زوينه، كتحاولوا كثروا الا بغيتوا ديروها للذات ديالكم كامله، كثروا ديوها معكم الحمام، وما ديريهاش قبل ما تحكوا البنات، يعني كديروها على بشره نظيفه، ضروري تكون البشره نظيفه وتيكون زوين. وكنصحكم البنات تستعملوه هذا الاسبوع ان شاء الله، وردوا عليا في التعاليق الاسبوع الاخر ان شاء الله باذنه تعالى. كنتسنى التعاليق ديالكم اللي بها كتدعمونا، وشكرا لكم بزاف، ونتمنى يعجبكم الفيديو.